السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد مع الكتاكيت بتاعتنا الصغيرة، نشوفهم عاملين ايه وصحتهم عاملة ايه. ما شاء الله هم يعتبروا شاربين المية واكلين الاكل بتاعهم، حتى في فضلات هنا ناشفة ازاي، مفيش الحمد لله اي حاجة عندهم، الحمد لله صحتهم زي الفل. نبدأ مع بعض بقى ايه، نشيل الفرشة بتاعتهم وننضف زي كل يوم. انا مش عايزاكم تزهقوا، ما هو كل يوم احنا لازم نغير للكتاكيت، كل يوم لازم نحط لهم اكل، وكل يوم لازم ننضف لهم. فمش عايزاكم بقى تزهقوا وتقولوا ايه كل يوم مفيش جديد، لا كل يوم في جديد. الكتاكيت كل يوم بتكبر، كل يوم بنحط لها حاجه جديده ومع العلف بنحط حاجات جديده، لان دلوقتي العلف بقى اغلبه مخزون دلوقتي، لان سعره بيغلى كل يوم ومش ثابت على سعر. فطبعا احنا بنحسن من اداء العلف علشان لو في اي حاجه في العلف ما تضرش الحاجه بتاعتنا. فوق كده ان الكتكوت نفسه اللي طالع دلوقتي مش زي بتاع زمان، يعني بتاع زمان كان مناعته اقوى من كده وكانوا ما بيحتاجوش العلف الكتير اللي احنا بنحطه ده، لا مع اي حاجه بيكبروا. لكن دلوقتي لازم ان احنا وانت بتربي الحاجه لانها غاليه بتراعيها في كل حاجه، في اكلها، في شربها، في نظافتها. وطبعا الاماكن بقت ضيقه، فانت بتربي دلوقتي في بلكونه، بتربي في عشه صغيره فوق السطوح، بتربي في كرتونه. فطبعا كل الحاجات دي اثرت على ان انت لازم تاخدي بالك من كل حاجه، وكل يوم لازم نتابع الطيور بتاعتنا. مش زي زمان اهالينا كانوا مثلا ايه، تبقى اوضه فاضيه بيرموا فيها بقى الكتاكيت ويرموا لهم الاكل والشرب والذره العويجه والحاجات دي، كانت الكتاكيت بتطلع بسرعه. لكن دلوقتي الكتاكيت اللي طالعه دي بقت برضو ايه، مش زي بتاعت زمان. فطبعا لازم كل يوم نراعيها. دلوقتي انا هلم الفرشه هنضفها وهنشوف هنحط لهم الاكل والميه بتاعتهم. هنا بصوا الاكل، حطيت العلف طبعا والحلبه وحطيت نشا، تمام. وحطيت كمان شويه رده جنب النشا وجنب الحلبه، اللهم صل على النبي والعلف. وهضيف حبه عسل صغيرين. العسل طبعا هيحلي الاكل عشان ياكلوا الاكل ده كله، وكل ده هخلطه مع بعضه. هو حطينا لهم الاكل بتاعهم اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مجوعاهم من الاول عشان ياكلوا، طبعا مش هحط العلف قدامهم على طول عشان ما ياكلوش كتير، فانا مجوعاهم عشان لما احط الاكل اشوفهم بالمنظر ده بياكلوا كتير. لان لما تجوعي وتاكلي بعد كده تلاقي الاكل بيطلع على الطيور بتاعتك وبتكبر. طبعا في حد مشترك عندي قال لي هاتي كتاكيت تانية وكبري، انا بحب الكترة وكده كده هو تعب، فيبقى تعب مرة واحدة. وفعلا ان شاء الله انا هجيب تاني ان شاء الله عليهم كتاكيت تانية بلدي وهكبرها ان شاء الله عليهم، او احتمال اجيب ساسو، مش عارفة لسه، على حسب الحاجة اللي موجودة في المعمل. فهنا هسيبهم ياكلوا. وهنا فيها اقول لكم على ملحوظة بقى، النهار وانا بجيب العلف اللي انا بشتري منه العلف قال لي انا ام حسن غيرت العلف. فاذا كنت انت طبعا عشان تاخدي مني علف على طول، النوع ده غير النوع اللي انت خدتيه الاول. فطبعا احنا عارفين وكلنا شاطرين وعارفين ان كل علف فيه نسبه سموم، فعشان السموم ما تزيدش في جسم الطيور بتاعتك، يا اما بنجيب مضاد سموم بنحطه مع الميه، يا اما ما عنديش مضاد سموم بحط خل بيغني عن مضاد السموم. انا طبعا هشوف برده مضاد السموم ده بيتباع، لو هو جابه هاخده منه، هشتري منه. ما جابوش انا دلوقتي عشان ما عنديش احط خل في الميه. طبعا انت لما بتغيري العلف لازم تحطي الخل دوت اضمن واحسن. لكن عشان تغيري العلف يبقى في جسمهم نسبه سموم العلف الاولاني وتيجي تزوديها بنسبه سموم تانية مختلفه عن العلف الاولاني، ده غلط. فهنا البياع اللي انا بشتري منه عنده ضمير وقال لي انا غيرت العلف، فشوفي انت هتعملي ايه عشان العلف يعني نبهني ان هو غير العلف. فهنا طبعا لازم ناخد بالنا كويس قوي وانت بتشتري العلف. طبعا العلف عشان غالي بنشتريه بالكيلو والاتنين ال5 كيلو، طبعا ما بنشتريش الشكاره على بعضيها. فتاخدي بالك الشكاره اللي بيجيب لك منها ايه، تساليها هل انت غيرت العلف ولا ده نفس النوع اللي انا باخده، لان ده مهم جدا جدا جدا. ما ينفعش تغيري من علف لعلف من غير ما تحطي مضاد سموم او تحطي خل. فدلوقتي انا هحط لهم ياكلوا، ودلوقتي اروح اجيب لهم الميه واحط لهم عليها معاكم خل. انا هنا وحطيت لهم الميه وحط لهم عليهم كل واحد حبه خل صغيرين مش كتير. وهنا برضو وهاخد بقى الميه احطها لهم بس شويه كده بعد ما يخلصوا اكل او يقربوا يشبعوا كده هحط لهم الميه دي.
طبعا دي نقطة مهمة جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها قوي، لان انا فعلا في طيور ماتت عندي من تغيير العلف وما كنتش اعرف ان هو بيغير العلف. كنت ببعت ابني يجيب لي العلف، وطبعا هو ما بيقولوش. وطبعا هو برضو عيل ما يعرفش، فطبعا كان بيقول له هات علف 23 فبيديله علف 23، وكان الراجل طبعا بيغير العلف ما بيقولش. لكن المرة دي انا لما خدت منه فلقيته بيقول لي، لان انا نبهته قبل كده قلت له لو غيرت العلف في اي وقت تقول لي، فلقيته فعلا بيقول لي انا غيرت العلف فشوفي انت هتعملي ايه. فقلت له طيب ماشي، فناخد بالنا من النقطه دي قوي. حطينا لهم الميه والاكل، وده كان يومنا النهارده مع الفراخ البلدي. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك، وانا برحب بكل تعليق وكل كومنت، وربنا يخليكم، ونبقى كده دايما اخوات، وتكبروا لي القناه بقى وتعملوا لي اشتراك ولايك وكومنتات كده. واتمنى ان القناه تكون بتعجبكم والفيديوهات تكون خفيفه وبتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، اترككم في رعايه الله.